السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهاردة بقى بروتين كده، تشجيعي كده، نشجع بعض. زي ما انتم شايفين كده المطبخ بتاعي كلاته عاوز يتشال كده ويترمي في الشارع. شايفين شكله عامل ازاي؟ مواعين بتاعت بالليل على مواعين بتاعت النهار، وعندي غسيل، والشقة عاوزة تتروق. وعندنا بقى روتين تشجيعي كده النهارده. اول حاجه دخلت على المطبخ وبدات كده لميت المواعين كلها في الحوض، وبدات ان انا اغسل كده المواعين واشطب كده المطبخ الاول. ركنت كده الحلل والصواني والحاجات دي كده على جنب، وبدات ان انا اول حاجه لازم تتغسل في المواعين هي حاجات الشاي الاول، الكوبايات وبراد الشاي والصينيه وكمان الاطباق كده. ونخلي المواعين اللي بيبقى فيها دهون وزيوت وحاجات من دي نخليها كده للاخر. يلا بقى، لو لسه مشتركتيش في قناتي خشي دلوقتي واشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. ولو عجبك الفيديو متنسيش بقى تعملي لي لايك. يلا بقى، انا قلت اشجعكم كده معايا ونتشجع سوا كده ونقوم نخلص اللي ورانا بدري. انا صحيت بقى بدري ونزلت كده مع حماتي تحت، علفنا الطيور بتاعتنا وكمان كنسنا لهم كده وظبطنا لهم الدنيا، وقلت بقى اطلع اخلص اصور معاكم واخلص الشغل اللي ورايا فوق. هبدأ كده اغسل اهوت الاطباق الاول بعد الكوبايات على طول. زي ما انتم شايفين كده، لما تصحي بدري وتخلصي كل اللي وراكي كده بدري، تفضلي طول النهار رايقه وفايقه ولا اكنك عملت اي حاجه ولا كنت بتعملي حاجه. يلا بقى، اوعي تنسي تحطي لي اللايك. شايفاكي كده اللي عماله تتفرجي كده وتسمعيني وما حطيتيش ليا لايك. وغسلت كده المواعين زي ما انتم شايفين كده. كده خلصت المواعين، بدأت امسح بقى، اغسل كده الرخامه واغسل الحوض واشيل كل الحاجات اللي كانت واقعه مني كده من المواعين في قلب الحوض وكاتمه الحوض. هشيلها كده ارميها في الزباله. وهبدأ كده امسح الرخامة معاكم واغسلها كده بالصابونة والسلكة. وبعدين في الاخر بعد ما بغسلها كده بالسلكة بجيب حتة فوطة كده عاملاها مخصوص للرخامة كده. بعد ما بخلص بروح مطوقاها بيها كده ومسحاها كويس عشان ما يبقاش عليها صابون ولا مية. يا سلام بقى لو نخلص كل الشغل بالسرعة اللي بالفيديو دي، نبقى سريعين كده ونخلص كل اللي ورانا بسرعة كده. ده انا خدت في المواعين دي وقت، لكن انا مسرعة الفيديو. كده خلاص مسحت الرخامة كده ومسحت الحوض. هندخل بقى على البوتاجاز بتاعنا بقى، نمسكه نمسحه رخل. هو مش عليه اوساخ كتير، هو حاجة بسيطة كده. فانا قلت بدل ما اسيبه اخده كمان بالمرة معايا كده. ما بحطلوش اي حاجة ولا بضيف له اي منظف ولا اي حاجة. هو شوية بريل كده من بتاع المواعين وبدعكه بالسلكة وبيبقى فلة كده. كده خلاص دعكته كده بالسلكة. وبالفوطة بقى بتاعت دي ببدأ اطوقه تاني واحوش الصابون من عليه ده. زي ما انتوا شايفين بقى بيلمع زي الفل اهو. خلاص كده البوتاجاز خلاص بقى زي الفل. هنبدأ بقى نخش على نملي بقى الكولمن بتاعنا، ونملي المية والازايز والحاجات اللي بنشرب منها كده. هو الكولمن فيه نص مية، لكن ما بحبش المية تغيب فيه عشان بتديني ريحة كمكمة كده كل ما المية تغيب في الحاجة.
ففضيته وشطفته كده كويس، وهحطه تحت الفلتر كده يتملى. جبت الازاز كمان غسلتها ومليتها، بس انتوا ما شفتوش الحته دي. كده كنت بوريكم اهوت ان انا خلاص شطبت المواعين، وشلت الكركبه اللي كانت على الرخامه كله. الكركبه دي شلتها، وبدانا بقى طلعنا المكنسه كده، وبدانا ان احنا بقى نكنس الصاله زي ما انتوا شايفين كده. روقنا كله، بقت كل حاجه تمام. وطلعت كمان لميت الهدوم بتاعتنا وطبقناها. دخلنا بقى على الطبيخ بتاعنا. حماتي كانت جايبه لنا كده سمك، هتشوفوا معنا دلوقتي، اللي هو الشبار الصغير ده بيحبوه قوي. فبدات ان انا بقى اغسل الرز واخد الميه بتاعته زي ما انتوا عارفين، ونغسل بيها السمك بتضيع اي ريحه زفاره. وقلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات. هغسل الرز وهحطه على البوتاجاز واولع عليه. بفضل اغسل الرز لحد ما الميه اللي بتنزل منه اللي متبقاش رايقه دي تبقى رايقه معايا، وتبقى ميه نضيفه وحلوه كده. احطه على النار واحط له الملح بتاعه. وفي الاخر لما بيجي يتردد كده خلاص بقى ههد عليه النار، بروح احط له معلقه ايه، زبده او سمنه بلدي، تخلي طعمه حلو قوي. كده خلاص انا غسلته. هحط له بقى الميه النضيفه وهحطه على البوتاجاز على طول، وهنبدا بقى نغسل السمك بتاعنا. انا كنت رحت كده اولع على الرز. جبنا السمك اهو، ده السمك الصغير اللي بقول لكم عليه. وبدات ان انا اغسله كده من ميه الرز عشان احوش الزفاره اللي فيه خالص. واغسله بقى بدقيق وليمون وخل. وهبدا بقى اعمله شويه حدوق معاكم. الحدوق ده انا بحدق بيه السمك بتاعه كله، بيبقى حدوق كده، بيبقى حلو قوي، عاوزاكم تجربوه. اه يعني انا كنت بوريكم السمك حلو قوي. يلا بقى متنسوش تحطوا لي لايك وتشيروا الفيديو عشان تشجعوني واتشجع بيكم. كده خلاص بقى جبت شويه كده من الدقيق حطيتهم، وحطيت كمان ليمونه اهوت، بس دي ليمونه من الكبير، ليمونه كبيره يعني. واجيب خل وهسيبه فيه شويه على ما اعمل الحدوق. اسيب السمك كده في قلب الخل والدقيق والليمون شويه كده على ما اعمل له الحدوق. اضرب الحدوق في الخلاط. الحدوق هيبقى عباره عن ايه، جزرايه وطماطمايه وفلفلايه وليمونه وحبه كده من التوم بقشرهم بحالهم. وهبدا اغسل الكلام ده واحطه كده في الخلاط، واحط عليه ميه واضربه زي ما انتوا شايفين كده. هنحط كل الخضار اللي معانا في الخلاط وهنضربه ونحط عليه ميه كده. كده انا بزود الميه اهوت، وهنروح بقى نضرب الكلام ده في الخلاط كده. كده ضربته زي ما انتوا شايفين. بقى نجيب له الملح. انا بحط الحدوق بتاعه وللرز بحط له الملح اللي هو الخشن ده اهو. ده ملح خشن بحطه للحدوق وللرز. بقلب الحدوق كده في بعضه، وبغسل السمك كويس قوي وبشطفه من الدقيق والحاجات ديت، وبحط عليه الرده. وبروح على طول اشويه في الفرن زي ما شويت معاكم السمك قبل كده.
خلاص الرز بتاعي كده اتردد اهوت. هديت على النار خالص وجبت كده معلقتين كده من السمنه ديت وحطيتهم على وش الرز وهسيبه بقى يكمل. هنا شويت السمك وبقى بالشكل ده لسه سخن بيطلع دخان اهوت. وبالهنا والشفا على على قلبكم يا حبايب قلبي. متنسوش بقى تعملوا لايك واشوفكم في فيديو جديد.